وأنت تقرأ في سورة عبسة تمر على هذه الآية وأمه وأبيه، وتلاحظ أن بينهما ياء صغيرة مردودة إلى الخلف. ما فائدتها؟ هذه الياء تقول لك مد الحرف الذي قبلي وهو الهاء، فتقرأها هكذا: وأمه وأبيه، وأمه وأبيه. لو كانت غير موجودة تقول وأمه وأبيه، لكن بما أنها موجودة تقول وأمه وأبيه، وتسمى مد صلة صغرى. وفي سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. تلاحظ أن هذه الياء المردودة إلى الخلف موجودة بين كلمة ربه و40، وعليه علامة المد. إذن ليست صلة صغرى وإنما صلة كبرى، يعني تقول فتم ميقات ربه 40 ليلة، لا تقول فتم ميقات ربه 40، لا، ربه 40 ليلة. وفي سورة آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لاحظ كلمة فيه لا يوجد بعدها علامة الياء المردودة إلى الخلف ولا علامة الياء المردودة إلى الخلف ومعها علامة المد، فكيف نقرأها؟ بهذا الشكل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نكسر الهاء فقط بدون مد. أتمنى أني وضحت فائدة هذه الياء المردودة إلى الخلف بالشكل الصحيح.